بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ في فيديو النهاردة هنتعلم دالة مكونة من مجموعة دوال هتساعدنا في ان احنا نعمل بحث بشكل تلقائي وبشكل محترف. لو عندنا مجموعة بيانات زي دي وحابب ان انا ابحث عن اسم معين فيها، في الاول كنا بنستخدم الطريقة القديمة، وهي ان احنا بنحدد على العمود اللي فيه البيانات وبندوس كنترول اف وبنكتب الاسم اللي احنا عايزين نبحث عنه بالشكل ده. هكتب مثلا محمد، هدوس انتر هيقعد ينقل لي على كل الاسماء اللي فيهم محمد. النهاردة هنتعلم دالة جديدة هتسهل علينا الموضوع وهتخلينا نعمل البحث بشكل احترافي زي ما انتوا شايفين كده اهو. هاجي هكتب دلوقتي الاسم مثلا محمد، هدوس انتر هيظهر لي البيانات كلها متفلترة باسم محمد. طيب هكتب الاسم كامل، هدوس انتر هيظهر لي الاسم اللي انا بدور عليه. فيلا بينا نتعلم الدالة دي سوا واوريكم بتتعمل ازاي. اول حاجة لازم يبقى عندي تحت الشيت اللي فيه الداتا، وهعمل نسخة منه تانية فاضية، وهاجي عند اول خانة كده زي ما انا بعمل هدوس يساوي فلتر. بعد كده هروح على الشيت اللي فيه البيانات وهعلم على الداتا بتاعة البيانات كلها من اولها لحد اخرها. بعد كده هدوس فاصلة وهستخدم معادلة is number. بعد كده معادلة search. بعد كده هخش على شيت الداتا وهختار المكان اللي انا هبتدي اعمل البحث منه. بعد كده نعمل فاصلة ونخش على شيت الداتا ونحدد العمود اللي احنا من خلاله هنعمل البحث. عمود الاسم هعلم عليه من اوله لحد اخره. بعد كده هقفل قوسين وادوس كوما واعمل سيمي كولوم، زيرو سيمي كولوم، واقفل القوس وادوس انتر. بكده المعادلة اتطبقت معانا. لما نيجي نبحث بالاسم هنلاقي الاسم ظهر معانا بشكل تلقائي وبشكل محترف. ويا رب اكون فدتكم في معلومة النهاردة، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا.